طبعا اختلافات كبيرة جدا الفترة اللي احنا فيها. نادي الزمالك بعت لاتحاد الكورة بيقول له لا، زيزو رسميا لاعب لنادي الزمالك حتى 30/6، يعني من الاخر يعني عشان يعطل النادي الاهلي عن انه يقدر انه يتعاقد مع زيزو رسمي ويلعب مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا نادي الزمالك ده تصعيد من نادي الزمالك. نادي الزمالك شايف ان هو حقه، ان اللاعب ماضي في ورقه كده خرجت عن عقد زيزو ان هو من حتى انتهاء موسم 2024 2025. هل بقى هنا السؤال، هل بقى انتهاء العقد بانتهاء الدوري وانتهاء اخر مباراة في الموسم، ولا مرتبط الموضوع بيوم 30/6 ودي نهاية التعاقدات؟ شفنا موقف ارنولد في ليفربول، اللاعب اللي بيلعب لنادي ليفربول الانجليزي، وشفنا يعني كلام طلع ان ريال مدريد خلص مع نادي ليفربول القصه دي. ليفربول كان متمسك ان هو ياخد زي مبلغ مالي او بدل او حاجه زي كده. هل بقى نادي الزمالك بيحاول ان هو يعني يكسب وقت او يكسب بونطه كده على حساب زيزو او النادي الاهلي؟ هنشوف الموضوع هيوصل لايه. لكن حاجه غريبه جدا ان نادي الزمالك بيبعت لاتحاد الكوره دلوقتي، المفروض مستنيين اتحاد الكوره او لجنه الانضباط تقول لنا الموضوع هيمشي ازاي. اتحاد الكوره المفروض يرد على نادي الزمالك، هيقول له لا ده انت الشكوى دي مش قانونيه، والشكوى مش طبعا بيشتكي اللاعب كمان، نادي الزمالك بيشتكي ومجلس ادارته بيشتكي احمد سيد زيزو. لكن هنشوف بقى هل ادي بقى ترند جديد وادي قصه جديده. من وجهه نظري الموضوع نادي الزمالك بيصعد في موضوع يعني موضوع منتهي خلاص. اللاعب ترك نادي الزمالك. شفنا في الاهلي رامي ربيعه وشفنا اكرم توفيق، واي لاعب بيخرج من النادي الاهلي بيبقى الموضوع سهل وبسيط، برغم ان الاهلي كان بيتفاوض مع ربيعه وبيتفاوض مع اكرم توفيق ان هو يستمر. ولكن مع نهايه تعاقدهم النادي الاهلي عرف ان اللعيبه خلاص بتتفاوض مع انديه تانية وليها نظره تانية بقى، نظره ماليه، نظره ايا كانت، نظره اخرى. فالاهلي قال لهم شكرا مع انتهاء الموسم. الاهلي قدم لهم الشكر وقال لهم متشكرين، اتفضلوا شوفوا مستقبلكم، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. انا كنت اتمنى ايضا من نادي الزمالك ان هو الموضوع يمشي بسهوله شويه، لكن تصعيد من هنا وتصعيد من هناك. وهنشوف بقى هل زيزو رسميا المفروض يمشي 30/6 ولا يمشي مع نهايه الموسم. ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. وهل فعلا زيزو ان هو ممكن يبقى نادي الزمالك يحرم زيزو والاهلي ان هو يلعب كاس عالم انديه اللي جايه، ولا لا؟ حتى لو ما لعبش كاس عالم انديه اللي جايه اعتقد ان هو مش هيأثر في الموضوع كتير، بالعكس هيخلي زيزو يصر اكتر ووالد زيزو يصر اكتر ان هو الخطوه اللي خدوها بان هم يتركوا نادي الزمالك كانت صحيحه 100%.